شيخ بيقول: كان عندي خطبة جمعة في أسوان وكنت حاجز طيارة من القاهرة الساعة 5 الفجر، وكان لازم أطلع بدري عشان ألحق، وفي نفس الوقت كنت عايز أصلي الفجر. اتصلت على واحد أعرفه إمام مسجد قريب من المطار، قلت له يسيب باب المسجد مفتوح عشان أنا هاجي أنام ساعتين قبل الطيارة. وفعلا ده اللي حصل. رحت القاهرة ولقيت باب المسجد مفتوح، ولقيت جواه واحد بيدعي وبيبكي بحرقة وبيقول: يا رب ماليش غيرك، يا رب ساعدني، يا رب ما تسيبنيش كده يا رب. قلت في نفسي ده مش بكاء واحد مرتكب ذنوب، ده أكيد واحد واقع في كرب شديد. استنيته يخلص صلاة وبعدها رحت له وبقول له: يا عم مالك، فيك إيه؟ مفيش حاجة في الدنيا مستاهلة. وفضلت أهون عليه وطبطب عليه. الراجل قال لي: يا شيخ أنا مراتي هتعمل عملية بكرة وتمنها 15400 جنيه، ومش معايا منهم ولا جنيه، ومش عارف أعمل إيه لحد دلوقتي. قلت له: والله أنا مش في إيدي أساعدك، لكن أنت أفضل حاجة ادعي ربنا وهو قادر يبدل حالك. وسبته ورحت نمت شوية. بعدها جالي الإمام يقول لي: يا شيخ قوم صلي بينا. قلت له: والله أنا تعبان ومش قادر وعندي سفر. قال لي: معلش يا شيخ صلي بينا حتى لو بصور قصيرة. ورحت فعلا صليت. وبعد ما خلصنا لقيت واحد شكله غني كده جاي عليا، قال لي: يا شيخ أنا متابعك وبسمع لك كتير، وسمعت صوتك وقررت أجيلك أسلم عليك. أنا لسه ناقل جديد للشقة اللي فوق المسجد. يا شيخ أنا صاحب مصنع بلاستيك، ودي زكاة مالي، فلوس كنت محوشها عشان أطلعها لله، 15400 جنيه. الشيخ بيقول: أول ما سمعت الرقم فضلت أبكي، وكل الناس مش عارفة أنا ببكي ليه. ساعتها ناديت على الراجل الغلبان وجبته وقلت له: قول لي يا حاج، هو أنت كنت بتبكي ليه؟ قال لي: ما أنا قلت لك يا شيخ، أنا ببكي عشان مراتي هتعمل عملية تمنها 15400 جنيه، ومش معايا منهم ولا جنيه. صاحب المصنع أول ما سمع الرقم فضل يبكي ويقول الله أكبر، وحضن الراجل الغلبان ده وطبطب عليه، وبعدها خرج إيده من جيبه واداله الفلوس. وفضلنا نبكي إحنا التلاتة، وكل اللي في المسجد مستغربين مش عارفين إحنا بنبكي ليه. الراجل بيبكي وبيقول: أنا كنت ممكن أخرج الفلوس دي 500 ولا 500، لكن أنا قررت أحوشهم وأديهم لحد مبلغ على بعضه وأفك كربته، عشان ربنا يفك كربتي يوم القيامة. سبحان الله، كان نايم ومش عارف إن في واحد تحت منه بيبكي وبيعيط وبيدعي ربنا إن ربنا يرزقه بالفلوس دي. سلم أمرك لله وما تشيلش هم حاجة، ربك مغير الأحوال، قادر يدبر لك حالك في لحظة وثانية. سلم أمرك لله وما تشيلش هم حاجة، أنت بس قول يا رب. سلام.